لا، هذا العمل أكيد معتبر لكل ناشط إعلامي أو كل ناشط سوي أنه هو مستهدف من داعش، وخصوصية أنه نحن أبناء أقا اللي سيطر عليها التنظيم، ونحن أول ما نشتغل ضد هذا التنظيم حتى نبين أنه هذا التنظيم منه إسلام ولا ينتمي للإسلام بشيء. فقبل شهر ونص تقريبا هم أرسلوا أحد الشباب اللي يشتغل أمني معهم، يعمل أمني مع تنظيم داعش، لحتى يدخل بجو صداقة مع أخي إبراهيم اللي قام باغتياله. فهو حسن بطريقة ما أنه يأخذ ثقة إبراهيم ويتعرف عليه ويصاحبه. هو طبعا القاتل استأجر بيتهم قريب علينا مكان موقع الجريمة، استأجر هذا البيت وبلش يعزم الشباب لعنده على سهات، وبلش يعزم الشباب لعنده على غدا حتى يأخذ ثقتهم. طبعا بليلة الجريمة كان مخطط للجريمة، وكان في شخصين مجهزهم معاه من تنظيم داعش، اختلى بالشهيد ابراهيم والشهيد فارس وقام بعمليته. طبعا العمليه من البدايه نحن مباشره نحن عرفنا من القاتل، وعرفنا انه هو طلاس صاحب البيت، وخصوصا بعد ما رجع لأقا وبعد ما بعث لنا رسائل تهديد جديده. لا ابدا، هو ارسلته تنظيم داعش، ارسله لهون. طب قبل شهر ونص اسمه طلاسس، هو من ابناء أقا والمنتمين لتنظيم داعش. طبعا بالبدايه اول شغله رساله اللي بدي اوجهها، يعني بدي اوجه رساله على قناتكم، يعني بدي اوجه كلمه للناس إنه الحكومة التركية ما قصرت والأمن التركي ما قصر، ومن البداية وقف معنا، ولحد اللحظة هو متابع التحقيق ومتابع الملف القضية بخطوة بخطوة. الحكومة الله يعطيها العافية ما مقصرة بشيء، ساعدتنا بكل شيء، قدمت كل شيء، ولحد الآن متابعة القضية، وقامت تتابع باقي المجموعات اللي ساعدت باغتيال إبراهيم. لا الصبي هذاك صاب أقا، دخل على سوية. لا دخل على سوية، صاب بيت أهله عن الداعش. كم واحد بس هو وحده؟ لا هم المجموعة أتوقع هم 3 لحد الآن التحليلات، هم المجموعة 3 أشخاص. سواء هذول 3 واحد عرفنا انه رجع أقا، والاثنين لسه. هلا هجوم صار عليكم؟ لا مو هجوم. هلا هن كانوا عازمهم على سهرة عنده بالبيت، داعيهم لحتى يجتمعوا، يعني عازمهم على عشاء. على عشاء. فهو كان متواعد مع الشخصين الثانيين، هذا طلاس، فبالبيت لما جايين لعنده على البيت مختلين فيهم وقاطعين وسم. شلون تعرفتوا؟ هلا هو صار له تقريبا قلت لك شي شهر ونص جاي على تركيا عن طريق ابناء عمه. ايوه لطلاس، ولد عمه لطلاس، اصدقائنا. فهو دخل على صداقة ابراهيم عن طريق ابناء عمه، يعاونوا شلون؟ على اساس انه بدي انه صار صديقه، انه حبه، انه عزمه، انه طلع معه وفات معه. كل هذه من غير قبل ما تعرفوا؟ لا قبل ما نعرفه، لا ابدا. قبل هذا داعش قبل حاط نيته على ابراهيم اخوك؟ هو جاي مبعوث من داعش لحتى يقتل ابراهيم. ايوه بدي قبل. داعش هم مخططين للعمليه لحتى يقتلون ابراهيم. ليه ما تتاخذون داعش؟ خبرتين ليه ما بدي تاخذونه؟ الحزن نحن صار لنا 2 مطلوبين من داعش، طالعين من أقا. تمام. من 2 نحن مهددين من داعش. ها؟ منين ما بدي يتعقبونكم فلان ما تندلون به؟ اقول لك من 2 تقريبا. صار لهم 2 قاعد يدورنا ويبعثوا لنا تهديدات وكل شيء. نفضح اعمالها، نفضح الانتهاكات عمل تقولون بساميهم اشغال، تنقول. ايوه نقول انهم قام يقتلون مدنيين، انهم قام يقتلون المسلمين اكثر ما يقاتلون غير حدا. مشان هذه كلها انه نكشف حقيقتهم. DAEŞ'in hakkında açıklamalar yapmaya başlamışlar medyada. İşte Müslümanları diğer kişilerden daha fazla öldürmeye başlıyorlar. Onların hakkında doğruları konuştukları için 2 yıldır kendilerinin peşindeymiş zaten. 2 yıldır. Peki son olarak nasıl bir yazı yazmışlar, onu söyleyebilir miyim? En son kitap kitbmiş DAEŞ المرحوم. على طول يكتب كل شيء اي عمل، اي شيء يقومون به، يسجنون مدنيين، يقتلون مدنيين، يغتالون ناس، نحن كله ننشر افعالهم، يعني شيء يسوون بالمدنيين. هاي دوام تكتبونه على طول بشكل يومي. قبل ما يرتاحوا المرحوم ايش كتب الخبر به؟ والله اخر وصيه له كانت انه هو يشعر بالموت، انه هو كاتب تغريده على تويتر انه هو حاسس انه اقتربت ساعته، اقتربت موته، انه راح يقتلونه داعش. قبل ما يبدي يكتب شيء 10 ايام كاتبها قبل ما الشغله هذه. عمل يذبحون المسلمين اكثر من ناس لهم. نعم. عمل يذبحون المدنيه. نعم، وانهم حاصين البلد، وانهم قام يمنعون كلمه الحق، وانهم ما ينتمون للاسلام. سوريا برقه قبل داعش فلان سوى لكم الشغله هذه اللي سوى. لا نفس نحن صحفيين، انا مدير مؤسسه اعلاميه اسمها عين على الوطن. قبل ما تجون هنا على تركيا. سوريا برقه. ابراهيم اعتقل عند داعش، ظل معتقل عندهم 19 يوم. اعتقلوه. هاي قبل 2 ظل اسير لا اعتقلوه 19 يوم وطالعوا. قضبوه 19 يوم. ما سووا به شيء. شتلوه شويه وبعدها طالعوا، ما لقوا دليل عليه. Ama ما لقوا شيء. قبل 2. 2 yıl önce DAEŞ'e esir düşmüş bu rahmetli İbrahim. 19 gün kendi ellerinde kalmış.
İşte dövmüşler. Fazla ellerinde bir delil olmadıkları için mecburen bir daha serbest bırakmışlar. Rakada değil mi? Evet. Rakada. طبعا من طلع من Nasıl yakalamışlar onu biraz anlatın. شلون قلبوه صوب قلبوه بضربوه بالبلد كان يسوى بالبلد كان لسه عم داعش وبجيش حق ما كانت داعش يصور ايه لسه. ما كانت داعش لسه عم مسيطرة على كل البلد يعني كان في جيش الحق وكان في داعش كل كوش واحد. ايه فنحن كنا نشتغل مع الجيش الحق فهم مسكوه لانه يشتغل مع الجيش الحق ساووا جوش الحر. نعم. داعش عمل تستوون جوش الحر قلبكم. نعم 19 يوم وبعدها من طلعوا وجبتوا على تركيا لهنا جوش الحر تنقول هني مو. خالص ما ظل اخذت داعش عراق كلها قلت يدورون داعش هذا اصوي اطلس يدورون تهديد شو يقول لك مثلا؟ العزور قام يقول لي بعث لي رساله انه هي قتلنا اخوك حتى نحرق قلبك واستنى بعد فتره راح نقتلك انت زاد تقتلك انت ذا. فكي انت قلت للحكومه شيء. إيه قلنا لها اكيد واتساب عن طريق واتساب لا اليوم ما حسلموا للبوليس اليوم هذا الحكي امبارح واول امبارح البارح اول امبارح اليوم لا اليوم لسه ما حكى اليوم ما حكى. ايه بعد ما بينت الكاميرات وقام يحكي معنا على رقم موبايله دولة أنا دولة يقول أنا الدولة الإسلامية يقول انا داعش. Atlas kendisini ararken diyormuş. Ben DAEŞ'e bağlıyım. DAEŞ'in bağlantısıyla geldim. Bunu siz hak ettiniz, bize yanlış yaptınız. Kendisi açık açık söylüyormuş zaten. Daesh falan استلمش من bunu دولة. داعش سوى بالتلفزيون العربي فلان شيء قال احنا سوينا الشغله. إيه نزل إصدار امبارح بالليل امبارح بالليل. إيه نزل إصدار إنه نحن قتلنا المعتدين الانترنت سيت فلان. بالإنترنت ايش قال داعش جاي؟ قال إنه نحن قتلنا هذول المعتدين الكفار وقريبا سننحى باقي الطاقم العمل احنا ذبحنا كفار. إيه كفار. إيه كفار İstediğin İslam. DAEŞ bunu üstlenmiş. Arap sitelerinde, internette de açık açık yayınlamışlar. Bu iki hain kafiri biz öldürdük diye üstlenme yapmışlar. Hem son olarak ne söylemek ister yani? شنو تقول؟ بدنا نقدر نصور. تقول شيء. الحزب İnsanlara, hükümete الحزب بدي أقول لتركيا شكرا تركيا حقيقة لأنه ما قصروا يعني وقفوا معنا كثير الله يرضى عليك. يعني الإعلام اللي قام يحكي إنه تركيا ما ساعدتنا هذا إعلام كذب تركيا وقفت معنا كثير وبشكل كل ساعة يتواصلون معنا وقام يتابعون القضية طبعا على قد ما نحن حزنانين بأنه ودعنا أخونا وأنه انقتل على إيد تنظيم الغداء تنظيم داعش طبعا بنفس الوقت فرحنا كثير أنه حزب العدالة والتنمية فاح بالانتخابات أنه فاز بالانتخابات فأتوقع أنه فوزه بالانتخابات هو تعزيز لكل المسلمين تعزيز حتى للقضية السورية يعني تقول اخوك الله يرحمه. الله يرحمه لكن نحن سعدنا وفرحنا انه حزب العداله والتنميه نجح بالانتخابات التركيه انتم ده قلبكم يستريح يستريح قلبنا ونعرف انه فعلا بحدا يسند المسلمين يسند القضيه السوريه